السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة الأخوات. اليوم غادي بغيتكم نشارك معكم واحد الطريقة ديال الكاوكاو معسل. غادي نستعملو بالزنجلان وبالنافع وبزريع الكتان. وغادي ندوز دابا للطريقة. انا غندير غير عيني ميزاني، لا في الماء ولا في السكر، وانتم ديروا قياسكم. انا غندير 2 كيسان ديال الماء هنايا، وغادي ندير كاس ديال السنيده. غادي نشعل عليه البوطه، متكونش مجهده، شويه بحال هكا قياس هكا. وغادي نحرقو، نخليه يذوب شويه، غير طلع واحد الغليه خفيفه هكا. اللي بغى السكر يزيد، واللي بغى الحلاوه ناقصه يخليه بحال هكا عادي. وغادي نرجع معكم. غنزيد هنا واحد نص كاس، انا كنبغي حلاوه يعني قليل على حساب الكاوكاو اللي عندي. دابا هو السكر بدا كيذوب. المهم هنايا خديت انا 500 ريال ديال الكاوكاو بقشورو. نتوما خذوا القياس ديالكم. غادي نبقى نحرك بحال هكا، مرة نحرك مزيان حتى هذاك الماء يدخل في الكاوكاو ديالنا يتعسل. في نفس الوقت بحال كيطيب في الماء. ذوقوا حتى الماء بحال هكا بصباعكم ولا بشي معلقه، لا بان لكم باقي ما فيش ديك الحلاوه اللي باغيين نتوما، زيدوا شويه ديال السكر. غادي نخليه بحال هكا، مرة نحركو ونرجع معكم. الكاوكاو دابا ها هو بدا كيتعسل. دابا خاصني نبقى نحرك فيه حتى ينشف. هاد المقله ما تبقاش فيها بحال هادشي باش يدخلوا هاد الكراميل. غادي نبقى نحرك حتى ينشف ونرجع نوريكم الشكل النهائي ديالو كيفاش كيولي. الكاوكاو دابا ها هو تعسل، ها هو تقريبا نشف. غادي ندير واحد خاصكم دغيا تزربوا عليه باش ما يلصقش لكم في المقله ولا الكاسرونه اللي دايرين بحال هكا. غادي نحركو ونخدم السرعه. هنا درت واحد شويه، هنايا وهنا واحد شويه. حداو يديكم راه شويه كيحرق. غادي نخلطو دابا ونرجع معكم. غيتخلط بحال هكا. بقاو تخلطوا فيه عطي الام ديالي تعاوني شويه خلطي هذا باش ما يلصقش. وإلا خاص جلجلان زيدوه. المهم جلجلان راني حمرته شويه، لا هو ولا النافع ولا زريعة الكتان خصهم ضروري تحمروا، ما ديريش خضر. ونحركو بحال هكا. غادي نحركو حتى هذا واحد شويه. الطريقه كتبقى غير مذاقات، كل واحد يدير اللي بغا. اللي ما عندوش النافع يدير جلجلان، اللي ما عندوش جلجلان يدير زريعة الكتان. شي انا ما حركتوش وزربتو عليه حتى يلصق شويه، مع هو فيه سكر. غادي نكمل حتى الاخر ونرجع معكم.
ودابا الكاوكاو اللي فيه جرجلان وزريعة كتان ونافع سرحتو هنايا في الكاط حتى يبرد. ملي غيبرد عاد غادي يتفرتك الراس وما يبقاش بحال هكا ملاصق. غادي ندوز دابا للطريقه الثانيه ديال تحضير الحمص في الفران. كاسرونه درت فيها هنايا الماء يغلى، وهنايا عندي الحمص راه مرطب ومغسول ومنقي، صفيتو بهاد الصفايه. غادي نديرو هنايا شويه يطيب، طلع فيه غير واحد الغليه ونرجع معكم. الحمص هو جبدتو من بعد ما تسلق، كيطيب واحد شويه بحال هكا ماشي بزاف. هو صفيتو هنايا، غادي نخويه هنا في هاد الاناء، وغادي واخا باقي سخون غادي نزيد فيه شويه ديال الطريه ماشي مشكل. غنزيد هنايا شويه ديال الكمون على القياس، شويه ديال التحميره، شويه ديال الملح. انا ما درتوش في الاول ملي كان كيتسلق، سوا شويه وغادي نضيف شويه ديال الزيت. اللي بغى يدير زيت العود يديرو، انا غندير الزيت العادي شويه، وغادي نحرك هكا. دخل هذوك التوابل في الحمص. اللي بغى يدير الحاره هريسه السودانيه يديرها. غادي نديرها فيها الطاوه. هنايا هاد الكعب ديال الزبده، غادي ندخلو الفران ونبقى نشحر فيه بحال هكا حتى يدخلوا هاد التوابل ويتحمر ونرجع معكم. وهذا هو الحمص الشكل النهائي ديالو، راه كيجي مقرمش وزوين، نتمنى انكم تجربوه. وهنايا كاوكاو بزرع الكتان حتى هو كيجي زوين، هنا بالنافع، وهذا بالجرجلان. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه وتابوناو عندنا في قناه الاخوات وتعملوا لايك وتشاركونا بتعليقاتكم. وشكرا لكم، الى فيديو قادم ان شاء الله. قرمش ما شاء الله، نتمنى انكم تجربوه. تعمدت نعضها باش نسمعكم التقرميشه ديال الحمص. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.